السلام عليكم. اتكلمنا المرة اللي فاتت عن فوائد حقن البلازما للبشرة وللشعر. المرة دي عايزين نعرف الإجراء ده بيتم ازاي. ببساطة شديدة احنا بنسحب عينة دم من الشخص اللي عايز يحقن حوالي 10 سنتي تقريبا، بنحطها في جهاز السنترفيوج أو جهاز الطرد المركزي على سرعات معينة ولمدد معينة، بهدف اننا نفصل البلازما عن باقي مكونات الدم. بيخرج لنا في الاخر سائل مائل للون الاصفر اللي هو البلازما، وده بيعتبر مصدر اساسي للصفائح الدمويه وغني بعوامل النمو المختلفه. طيب هل الإجراء ده له أي أضرار أو له أي آثار جانبية؟ الحقيقة إن هو إجراء آمن بدرجة كبيرة جدا، لكن في بعض الأعراض البسيطة اللي ممكن تحصل، زي مثلا ألم بسيط كده مكان الحقن، احمرار خفيف، شعور بالحكة بعد الحقن، وكلها أعراض بسيطة بنقدر نتغلب عنها ببعض الدهانات واتباع طبعا التعليمات اللي بيوصفها لنا الطبيب. مين الناس بقى الممنوعة من هذا الإجراء؟ أي شخص عنده عدوى فيروسية أو بكتيرية نشطة في المكان المراد حقنه أكيد هيمنع من الحقن ومن إجراء أي إجراء تجميلي آخر حتى تمام الشفاء. الناس اللي عندها نقص في عدد الصفائح الدموية، الناس اللي عندها فقر دم، الحاجات دي لازم تتصلح قبل إجراء الحقن. الناس اللي ماشية على مسكنات، اللي ماشية على أدوية بتعطل من عمل الصفائح الدموية، أدوية السيولة، الحاجات دي لازم برضو تقف قبل الجلسة بوقت كافي. ايه التعليمات اللي يجب اتباعها؟ أهم حاجة طبعا عدم وضع أي مستحضر كيميائي أو تجميلي بعد الحقن، عدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة، وما ننساش طبعا تناول الأغذية المناسبة والغنية بالفيتامينات والحديد علشان ندعم عمل البلازما ونحقق النتائج المرغوبة. لو ليكم أي مقترحات أو عايزيننا نتكلم في مواضيع معينة اكتبوها لنا في الكومنتات، وما تنسوش تدعمونا بلايك وشير وسبسكرايب. دمتن جميلات.